هذا الاجتماع بخصوص إحياء الذكرى السنوية الخامسة عشر لاستشهاد الرفيقة شيلان ورفاقها، وفي ذكراهم نستذكر كافة شهداء القضية وننحني إجلالا وإكراما لذكراهم. وقبل أن نبدأ الاجتماع نجد بأن الوضع السياسي الذي نمر به أيضا مرتبط بالمؤامرات التي تحدث على رفاقنا وعلى الذين يتم استشهادهم من قبل الطغاة والاستعمار والعدو الذي يهدف دائما شهيد ريبانة المشيلان على صاحب تجارة ننحني إجلالا وإكراما أمام جميع شهداء حركة الحرية، أمام جميع الشهداء الذين نحن اليوم هنا مجتمعون بفضل دمائهم الطاهرة، بفضل تضحياتهم الجبارة. وبمناسبة هذا اليوم وهو استذكار الشهداء، فنحن دائما نقولها وسوف نبقى نقولها بأننا بفضل الشهداء وعلى طريقهم سوف نستمر وسوف نصل إلى النصر. نعم أيها الرفاق، بمناسبة هذا اليوم استذكار الشهيدة شيلان ورفاقها جوان، زكريا، فؤاد وجميل. فكما تعرفون فإن حزب الاتحاد الديمقراطي بيادا تم تأسيسه في عام 2003 في ظل المؤامرات التي كانت تحدث عند ذلك الوقت، في ظل التناقضات التي كانت تحدث في ذلك الوقت، في ظل القتل الإرادي أو قتل إرادة الشعوب في ذلك الوقت. فإن بتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي بقيادة الشهيدة شيلان التي عند ذلك الوقت كانت لها الدور الطليعي في بناء حزب سياسي اجتماعي في روجافاي كردستان. نعم، لأن شعبنا في ذلك الوقت كان يعاني من الظلم والويلات من قبل النظام السوري عند ذلك الوقت، ولهذا كان لابد من تأسيس حزب جماهيري سياسي ايديولوجي هدفه هو مجتمع سياسي أخلاقي اجتماعي. لماذا هدف ذلك الحزب كان السياسة والاجتماعية معا؟ نعم، فمثل ما نعرف عندما نعود إلى التاريخ فإننا نقوم بتوضيح بعض الأمور. فالتاريخ الذي كان يتم تداوله بيننا كان تاريخ مخفي، أي مخفي عن الأبطال الحقيقيين، الأبطال الحقيقيين الذين رسموا التاريخ. أمجي بخيراتنا وهمكاتكين بغير روجا هانيدي روجا بيرانينا شهيدة شخوا مرو شخاسي شهيدة خودی درکبه هاو قاسی مرو کاره رخصنا و آغا بکه هاو قاسی مرو دوان روز زحمت ر کاره سرکفتن آب. آوان روز خواه تو بودایم مرو چیکی بدگره دیروکی. حتیش ده روجلاتا نابین ده داوید ده پشتی حرکت آزادی دست بکر بو آمرات رو خطر بو بذين مؤامرات آري حالي يقول نهج وتنهج دستيدك وحياة نهج وتنهج هذا دستيدك ونسكني حياة رجع ما يئيهم بخيل أمتانا الشهيد الجاه بخيل أمتانا الشهيد